عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع قناتكم 5 رياضة مع تيسير. واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. النهاردة موضوعنا عن حديث الوسط الرياضي في مصر، موضوع إمام عاشور. إمام عاشور هو حديث الوسط الرياضي في مصر. طب هل راح الأهلي؟ هل راح الزمالك؟ طب هيروح الأهلي إزاي؟ طب هل هو كان كوبري من ميتلاند الدنماركي بس في الأول عاوز أقول حاجة، ان حد طلع علينا اليومين اللي فاتوا دول قال لك انا معايا فيديو صوت وصوره لامام عاشور وحلف قال والله ما هروح الاهلي، ولو راح الاهلي هاخد الفيديو ده واروح بيه الفيفا اشتكي بيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه حلف قال والله ما هروح الاهلي؟ الكلام ده يا باشا تقوله لو هو سرق منك غوشه ذهب وانت عامل له قعده عرب هيحلف وانت تحلف والكلام ده كله، لكن الفيفا ما فيش الكلام ده. تمام. طيب حاجه تانية، هو امام عاشور في حد يختلف عليه ان هو لاعب كويس هيفيد اي نادي يروح له؟ مفيش اختلاف. طب فرضنا ان امام عاشور رجع على الزمالك برغبته، هل انا كجمهور اهلي اشتمه واجيب سيره اهله واجيب سيره مراته واجيب سيره؟ ما ينفعش. طب لو راح الاهلي هل انا كجمهور الزمالك ينفع اشتمه او اجيب سيره اهله او اجيب سيره مراته او سيره ابوه؟ برضو ما ينفعش. دي مش رياضه. دلوقتي في احتراف، اللاعب من حقه يروح هنا او هنا. انت تتكلم لو هو فعلا ماضي معاك وانا جبته او فوضته او الكلام ده كله. طيب حاجه تانية، هل امام عاشور جاي من الزمالك؟ لا، ده جاي من ميتلاند الدنمارك. تمام. زي مثلا رمضان صبحي. رمضان صبحي بيراميدز خده منين؟ من النادي اللي كان بيلعب في الدوري الانجليزي. تمام. فده احتراف. انا ليا طلبات معينه، عاوز كذا، اوكي طب ماشي موافقين ادفع، بس هو لاعب محترف. دي كل الحكايه. لكن مش مبرر اجيب سيرته او اجيب سيره اهله او اشتم او الكلام ده كله. بالعكس، احنا جمهور، المفروض جمهور محترم. ان كان جمهور الاهلي او الزمالك يبقى جماهير محترمه. ما اشتمش لاعب عشان مشي من عندي، وما اشتمش لاعب عشان هو راح كذا. وطبعا الكلام ده كله كلام مش مؤكد، يعني الاهلي ولا لسه ما اعلنش ان امام عاشور راح الاهلي ولا الكلام ده خالص. كل دي كلام لسه تكهنات، اذا كان لكن تكهنات. لكن احنا عارفين ان هو بيقولوا 90% ان هو راح الاهلي، بس برضو دي كلها ايه؟ تكهنات. تمام. فاحنا المفروض ما نتكلمش كده، ما نجيبش سيره اهله. ده لاعب ايه؟ محترف ومن حقه. طب ايه اللي انا المفروض اعمله؟ الزمالك من حقه طبعا. زعلانين على امام عاشور، لاعب مهم ولاعب كان مؤثر جدا. فيطلع واحد زملكاوي يقول لك طب وفين مبادئ الاهلي؟ وفين لا فين مبادئ الاهلي؟ ايه انت عاوز تفهمني ان انت كزملكاوي قلبك على مبادئ الاهلي؟ لا طبعا. قول انا زعلان ان امام عاشور مشي من عندي ولاعب مؤثر، صح اصدقك، ده حقك طبعا. لكن هو اصلا لسه الاهلي ما اعلنش ان امام عاشور راح الاهلي. يعني الكلام ده كلام لسه ما نعرفش رايح ولا لسه. بيقولوا 90%، لكن برضو ما نعرفش لسه. وحتى لو راح الاهلي مش مبرر ان انا اشتمه ولا اجيب سيره اهله، ولو راح الزمالك مش مبرر اشتمه ولا اجيب سيره اهله. هو المفروض ان انا اعمل ايه بقى بدل ما اشتكي ان امام عاشور راح او الكلام ده كله؟ لا، انا دعم فريقي لان انا داخل على بطوله عربيه همثل فيها مصر. البطولة العربية فيها دلوقتي طبعا فرق قوية جدا. وطبعا احنا عارفين الفرق السعودية خاصة، اخواتنا السعودية او الدوري السعودي دوري قوي جدا، وعملوا استخدامات وجابوا لعيبة عالمية موجودة في الأندية بتاعتهم زي كريستيانو وغيره. فانا طبيعي وانا رايح ادعم فريقي. خلاص امام عاشور مشي، لا انا ادعم فريقي واروح عشان امثل تمثيل مشرف للكرة المصرية، واحاول العب على التارجت ده اللي انا اخد البطوله العربيه، احاول العب على انا اخد الكونفدراليه وادعم صفوفي. لكن ما اقعدش اشتم في لاعب مشي ولا اقول ده حلف وما حلفش. الكلام ده مش موجود. وانا كجماهير اهلي او جماهير الزمالك، اللاعب طالما مشي من عندي مش مبرر ان انا اشتمه. مش مبرر ابدا ان انا اشتم لاعب ايا كان. مشي من الاهلي فانا ما اقعدش اشتمه، مشي من الزمالك ما اقعدش اشتمه. مش امام عاشور بس، اي لاعب. ده احتراف، وانا من حقي كلاعب اروح هنا او اروح هنا. وياما لعيبه لعبت في الاهلي والزمالك وناس بتحترمها وموجوده زي حسام وابراهيم حسن، كلنا بنحترمهم ان هم لعبوا في الاهلي ولعبوا في الزمالك، ولحد دلوقتي الناس زملكاويه اهلاويه بيحبوهم. فما فيش مشكله عندنا. المهم ان انا ابقى بشجع صح، اللي انا ولا اغلط في حد ولا اغلط في الزمالك ولا اغلط في اهلي ولا اغلط في جماهير الزمالك ولا اغلط في جماهير الاهلي. ده والناس مثلا اللي بتقول امام عاشور ما ينفع، ده شأن داخلي خاص باداره نادي الاهلي وجماهير نادي الاهلي. امام عاشور يجي او ما يجيش، ولو ما جاش خلاص ما فيش مشكله، الاهلي عنده اللي يعوض في نص الملعب. لكن لو جه الاهلي طبعا اضافه قويه للاهلي. تخيل انت وسط الملعب في الاهلي في امام عاشور ومروان عطيه وديانج، وسط ملعب ملوش حل. فبالطبيعه هو فعلا مكسب للنادي الاهلي. تمام. وكمان النادي الاهلي هيضيف لامام عاشور كتير. النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، امام عاشور لو جه هيلعب كاس عالم انديه، هيلعب افريقيا، هيلعب
نقله تانية وليفل تاني. فامام عاشور لو جه الاهلي طب ماشي مفيش مشكله، لاعب محترف. طب ما جاش الاهلي وراح الزمالك، رجع الزمالك، حقه، ده لاعب محترف، انا ما اشتموش ولا اغلط فيه. طب ما جاش الاثنين وراح نادي تاني، برضه حقه. فيا ريت نشجع صح، وما نغلطش في بعض ولا نغلط في لاعب، ونخلينا رياضه كده تمام كويسه. واحنا عندنا انديه قويه يا جماعه، عندنا لعيبه محترفه قويه جدا في كل نادي. يعني امام عاشور النادي مش هيقف عليه، تمام، هو اضافه لكل نادي، لكن لو مشي من نادي خلاص النادي هيستمر والدنيا ماشيه تمام كده. لكن انا لازم اعمل حسابي كزمالك، بتكلم عن الزمالك، انا داخل بطوله عربيه، خلاص امام عاشور مشي مش مشكله، انا داعم صوفي بناس تانية عشان التارجت بتاعي يبقى بطوله عربيه، يبقى الكونفدراليه، خاصه البطوله العربيه فيها فرق قويه، واحنا عارفين فرق شمال افريقيا طبعا وفرق السعوديه، الدوري المحترم زي ما قلنا، جايب لعيبه محترفه، لعيبه عالميه، فلازم استعد للموضوع ده تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.